ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة بقى حبيت اشارككم يومي برضو بعد الشغل. رحت بقى محل الميك اب عشان اشتري شوية ميك اب كده. كانوا ناقصيني يعني، وبعدين في حاجات كده برتاح ليها، فقلت اما اروح بقى اجيبها، علشان كمان في الوان في الروجات ناقصة عندي. فهنا بقى كنت رايحة، كنت بصور لكم برضو الطريق. المحل بقى اللي انا بشتري منه ده عنده حاجات اصلية، مش مضروبة، فبرتاح له بقى نفسيا، يعني على طول بقى بشتري منه، سواء بطلبه او بروح له. في كل حاجة انا عايزاها يعني، بس هو كان مليان حاجات الاول عن كده. آم، بس هو دلوقتي يعني برضو في شوية حاجات عن الأول، من ساعة ما الدولار غلي بقى والكلام ده كله. طبعا الحاجات قلت قوي. يعني بصوا، يعني الحاجات دي كانت بتبقى مليانة، الاستندات دي دلوقتي فاضية شوية، بس في برضو حاجات يعني حلوة. ومش لازم يعني ادخل الاقي المحل مليان، يعني عادي مفيش مشكلة، انا باخد الحاجات اللي انا بستعملها بس، وبرتاح لها وبرتاح فيها. فهنا بقى دخلت وكنت بقول للبنوتة انا عايزة اشوف روجات بتاعت تشاو. طبعا ده روجي المفضل، يعني انا ما بستعملش تقريبا غيره الفترة دي. بقالي فترة بستعمله هو وبس، حتى ما كنت في مرسى قلت لكم عليه ان هو ثابت وجميل. فهنا كنت بقول لها وروني كده الالوان اللي عندكم. فورتني كده الالوان، قالت لي هي دي الالوان المتاحه. كانت زي المره اللي فاتت، يعني مره برضو رحت فهي كانت نفس هي الالوان يعني، فما اتغيرش فيها حاجه. هنا كنت بقول لها وريني كده اللون ده، فكنت بجربه على ايدي، بس هو علشان انا ما حدش بيصورني او كده، وماسك لي الموبايل، فانا كنت ماسكه الموبايل وبجرب كده. فهتلاقوا ان انا ايه، يعني مش عارفه ان انا امسك الموبايل واعمل واجرب الروج. فهنا كنت بقول لها هاتيلي كده اللون ده، هاتيلي اللون ده. فهو تقريبا كان اللون هو بس ده على بينك وده على كشمير شويه. فقلت لها هاتيلي اللي هو على كشمير ده، مش عارفة هو ده ولا ايه. هو رقمه 4. بس كان لونه حلو قوي، هو لون الشفايف بالظبط، يعني هو ممكن ما يكونش باين قوي يعني. لونه خفيف يعني زي لون الشفايف كده ورقيق. قالت لي هو في على بينك؟ قلت لها لا، انا مش عايزه على بينك خالص، عشان ما بحبش الالوانات اللي هي على بينك، يعني مش بفضلها قوي. والاحمر اللي موجود ده كنت واخداه قبل كده، رقمه 10. حلو قوي، هو مدي على اورنج كده شوية. وكنت هاخد النبيتي، بس حسيت ان النبيتي يعني قوي قوي، او كمان انا عندي منه كذا واحد. من اللي هي الالوان اللي بتبقى خشب، بتبقى قلم عادي ده. اهو رقم 4 ده اللي انا جبته، بوريهولكوا اهو في الكاميرا. ده لونه حلو قوي، يعني لونه هادي خالص كأنه مش باين. اخدته وهو ده بس، يعني عشان انا كان عندي بقى الاحمر، وكان عندي الوانات تانية يعني. فقلت انا جاية هنا بكمل الحاجات ايه اللي ناقصة، اللي خلصت، اللي انا ما جبتهاش قبل كده، اللي هي ما كانتش موجودة عندهم قبل كده. إيه كده يعني. فهنا بقى مشيت بقى لقيت الستاند ده، فقلت له ايه، انا هجيلك، علشان انا كنت رايحة اشوف الفرش، عشان كنت عايزة فرشة للبلاشر. فهنا بقول لها ايه الدنيا وايه الاسعار وايه الدنيا. لقيتهم هنا حاطين الاسعار على كل فرشة، بس الاسعار بقى خزعبلية يعني. انا اتخضيت من الاسعار، بقول للبنت دي هي الاسعار دي حقيقية؟ قالت لي فلقيت الفرشة محطوط عليها 75، لقيت عليها 128، لقيت عليها 130، لقيت عليها اسعار كده. يعني انا ما كنتش مصدقه. فهي بتقولي هي اصليه وشعرها ناعم قوي، وماشي هي حلوه وجميله وكل حاجه، بس الاسعار كده. يعني الواحده اشتري الواحده مثلا ب120 جنيه او 130 جنيه او كده. الاسعار اللي هي 70 واللي قدامكم دي اللي هي 70 و78 والحاجات دي، دي الفرش اللي هي الصغيره. الفرش الكبيره
يعني ميات بقى، 100 اهو قدامكم، 138، 100، 130، 135، 100. فالمهم قلت لها انا مش مرتاحه، انا مش مرتاحه نفسيا بصراحه. هي ناعمه جدا، هي وريتهاني على ايدي اصلا، قالت لي بصي ناعمه ازاي وحلوه ازاي واصليه، وقلت لها هي جميله قوي وتمام والدنيا تمام، بس يعني الاسعار خزعبليه قوي يعني. هنا بقى مشيت، قلت لها لا انا مش هاخد بصراحه. هنا بقى مشيت، قلت لها ايه طب هنشوف ايه، هنشوف حاجه تانية. فقعدت بقى ادور كده على اشوف ايه الدنيا، ايه هاخد ايه وهعمل ايه. رحت بقى هنا، بصيت كده، كنت عايزه ديب لاينر، وبعدين لسه بقى قلت طب لسه هاخد جوله كده. هنا بقى كنت باخد جولة وبشوف ايه الدنيا، عشان انا مش كل حاجة بستعملها، يعني انا مش كل حاجة بستعملها في الميك اب، في حاجات معينة يعني انا مش بستعمل مثلا فاونديشن خالص. آم، بستعمل كونسيلر، ماسكارا، ديب لاينر، آم، مثلا ماسكارة حواجب دي اساسية برضو. لكن فاونديشن لا، والكونتور والحاجات دي يعني ماليش فيها قوي يعني ممكن احط الحاجات دي في المناسبات، لكن لو هو الشغل او خروج او حاجة مش بحط فاونديشن ولا كونتور ولا الكلام ده خالص، فعشان كده مش بستعمل الحاجات دي كتير يعني. هنا الستاند ده كان عاجبني قوي. رحت بقى ايه، قلت لها انا عايزه برضو هايلايتر، برضو بحبه يعني، بحطه على مثلا على مناخيري مثلا، اوقات واوقات يعني، مش كله يعني، مش كل الاوقات يعني، بس انا بحب الوانه. هنا كانت بتوريني حاجات مايت سينما، الهايلايتر، فهو كان عاجبني قوي. وكان برضو البلاشر بتاعها بتاع مايت سينما تحفه بصراحه يعني، البيجمنت تحفه. ف... فهي كانت بتوريني ده الهايلايتر، فكانت بتورهوني على ايدي، فلونه يعني فظيع، لونه فظيع بجد. فهنا بقى كنت هاخد بلاشر وكده، كان لونه غامق كده شوية، وانا بحب حاجات مايت سينما جدا جدا جدا. هي هي اسعارها رخيصة وكده، بس هي حلوة قوي يعني بصراحة. فهنا بعد ما خدت تقريبا البلاشر، قلت لها طيب ايه بقى البلاشر اللي تحت ده. ف وهنا بقى كنا بنتناقش يعني، بتقولي طب تاخدي ايه، طب تاخدي ده، طب تاخدي اللون ده. فبعد ما خدت البلاشر، فهنا كنت باخد التنت ده، التنت اللي انا خدته، قالت لي ده التنت اسمه تنت سحري، مش عارفه بقى، لسه ما جربتوش اصلا لغايه دلوقتي. بحطه على ايدي كده وبدعكه، فلونه بيبتدي يظهر، بيفضل من روز فاتح لروز غامق، روز غامق، روز غامق. فقلت لها هاتي اما اجربه، هو كان ب65 جنيه، وجبت البالت دي من مايت سينما، قالت لي ب100 جنيه، فدي كانت مكسره، فقلت لها هاتي لي واحده غيرها، فجابت لي واحده ايه، جديده اهي وبكيسها وكل حاجه. دي كلها ب100 جنيه، تخيلوا بقى يعني، هي ممكن بلاشر مع كونتور مع حاجات كتير قوي يعني. وهنا كانت مجربة طبعا على ايدي كل حاجة، كان شكل ايدي صعب قوي. وهنا رحت بقى عند الديب لاينر، كنت بقول لها عايزة ديب لاينر يكون حلو كده، فجربت لي واحد فعجبني. المهم ان هو بعد ما روحت لقيته اساسا مش ديب لاينر، لقيته اي لاينر، بس هو يعني عجبني سواده حلو كده، فقلت عادي مش مشكلة يعني، حلو مفيش مشكلة. هنا بقى دخلت على المونيكيرات، قلت اما اشوف كده اخد ايه وكده، لقيت كل الالوان اللي انا بحبها او اللي انا دايما بحطها عندي. هنا حسبت بقى ومشيت ونزلت بقى ايه، مشيت روحت على طول، ما روحتش بقى اي حتة تانية. وبس هو ده كان يومي النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها. واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.